امام عاشور لاعب الاهلي والمنتخب الوطني، يعني للاسف يعني كده جات له اصابه ارتجاج في المخ وهيقعد تحت الملاحظه 24 ساعه، فربنا يشفيه ان شاء الله. بس الخبر ده عارفه حالا، مش عارف بسبب ايه. فربنا يشفيه ان شاء الله، يقوم بالسلامه ان شاء الله. واكيد ممكن، بس ان شاء الله لما مش عارف يلحق الماتش الجاي ولا لا يعني. ده اكيد شبه ارتجاج او ارتجاج كامل بقى، وهيقعد تحت الملاحظه 24 ساعه. ان شاء الله الف سلام عليك يا نجم النجوم امام عاشور. المغرب والكونغو الديمقراطية يعبروا إلى دور 16. المغرب تفوز على زامبيا بهدف مقابل لا شيء في مباراة أنا اتفرجت عليها. الصراحة مباراة كانت جميلة، أنا كنت مستمتع وأنا بتفرج عليها. زامبيا بتهاجم على فكرة، وحرام الفرقة دي تطلع بره وكوتيفوار تصعد، يعني بجد. يعني حرام الفرقة دي تصعد زي كوتيفوار كده، وزامبيا تطلع بره. والكونغو الديمقراطية تتعادل مع تنزانيا